خليك سامع مش علشان الحكاية مخيفة لكن عشان الحكاية تقيلة. في أساطير اتحكت عشان تخوف وفي أساطير اتحكت عشان تبرر، وميدوسا كانت الاتنين. لكن قبل ما تبقى اسم يرتبط بالرعب كانت لحظة واحدة اتاخد فيها قرار غلط وكل اللي بعده كان محاولة لتبريره. الحقيقة إن ميدوسا ما اتولدتش بشعر تعابين وما فتحتش عينيها أول مرة والناس بتتحجر. اتولدت إنسانة، وده في بعض الحكايات كان أسوأ اختيار. الإغريق زمان كانوا بيحبوا النظام جدا، كل حاجة ليها دور وكل حد ليه مكان، واللي يطلع بره المكان حتى لو غصب عنه لازم يدفع التمن. ميدوسا كانت كاهنة في معبد أثينا، يعني نظر وصمت وطاعة وجسد مش ملكه. الجمال في الزمن ده ما كانش ميزة، كان اختبار. ولما بوسايدون شافها القصة اتحكت بطريقتين. الطريقة الرسمية قالت إن هو إعجاب، لكن الصمت اللي بعد الحكاية قال قوة، والقوة لما تتحط قصاد الضعف اسمها واحد في كل العصور. اللي حصل جوه المعبد، ودي تفصيلة مش بسيطة، لأن المعبد مكان الحماية، مكان المفروض ما يوصلهوش الأذى. بس الحقيقة إن الأماكن المقدسة أحيانا بتبقى أهدى مكان يحصل فيه الشر من غير مجهود. أتينا إله الحكمة لما دخلت القصة بعد ما كل حاجة خلصت، مش علشان تنفذ لكن علشان تحكم، والحكم كان سريع، مش على الإله لكن على البنت. وده أول درس في الأسطورة، إن العدالة مش دايما بتدور على الحقيقة، أحيانا بتدور على أسهل حل. حولت شعرها لتعابين وخلت نظرتها تحجر أي شخص يبصلها، يعني خلت شكلها مخيف وخلت وجودها مستحيل، لأن اللي يتحجر ما يتناقش ما يعترضش وما يحكيش حاجة. ومن اللحظة دي ميدوسا ما بقتش إنسانة، بقت قصة تتحكى عشان الأطفال يخافوا. لكن الخوف عمره ما كان للأطفال، الخوف كان للكبار اللي مش عايزين الأسئلة. وفي النهاية ميدوسا اتنفت، والنفي مش دايما خروج من المكان، أحيانا بيكون خروج من الإنسانية نفسها. عاشت بعيدة وسط صخر، والصخر ده ما كانش طبيعي، دول كانوا ناس حاولت تشوف فتحولوا الأثر. تخيل تعيش وسط نتائج وجودك، مش أفعالك، وجودك بس. وهنا هنقف ثانية، لأن دي لحظة مهم نفهمها. ميدوسا ما كانتش بتهاجم، هي كانت دفاع. التحجر ده ما كانش سلاح، كان حاجز، ما تقربش. بس الأسطورة ما بتحبش الحدود، بتحب الأبطال، وهنا دخل بريسيوس. وده بقى كان شاب عنده مهمة وعنده أدوات وعنده كمان دعم الآلهة، يعني النظام كله كان معاه. بريسيوس ما دخلش يبص في عينيها مباشرة، لأ، دخل يتفادى، معاه مراية ودرع وسيف. قتل من غير ما يشوف، ودي جملة مهمة جدا، قتل من غير مواجهة. لما الراس اتقطعت ما كانتش النهاية، من الدم طلع حاجة اسمها بيجاسوس، حصان مجنح، جمال طالع من وجع. كأن الأسطورة بتصر وتقول حتى لما تدمره في حاجة نقية هتطلع. والغريب إن ميدوسا بعد موتها بقت أقوى، راسها اتحولت لسلاح وتعويذة للحماية، وكمان اتعلقت على درع أتينا. يعني الآلهة اللي لعنت قررت تستفيد، وده اعتراف من غير اعتذار. ومن هنا الأسطورة بتتقلب، الوحش بقى درع واللعنة بقت حماية. والسؤال الحلو هنا، هي كانت لعنة ولا كانت قوة في التوقيت الغلط؟ وخليني أقول لكم، بعد ما الراس اتعلقت على درع أتينا الأسطورة كانت المفروض تستقر، خلاص الخير انتصر والوحش انتهى والنظام رجع تاني للمنطقة. بس الغريب إن الأسطورة مرتحتش، فضلت تظهر وتختفي وترجع في أوقات غريبة. كل مرة العالم كان بيميل للأسوأ كانت ميدوسا بتطلع. يعني مثلا في الفلسفة في فكرة بتقول الأسطورة مش بتحكي الماضي، بتحكي العقدة اللي المجتمع مش قادر يحلها. وميدوسا عقدتها واضحة، ازاي نتعامل مع الضحية لما وجودها يكون محرج. وقتها الإغريق اخترعوا حل، حولوها لوحش. احنا لحد النهاردة بنستخدم نفس الحل بس بأسماء مختلفة. وخلينا نقرب من علم النفس شوية، في مفهوم اسمه التهديد المدرك. يعني ايه؟ يعني احيانا الخطر مش حقيقي لكن الإحساس بيه حقيقي. وميدوسا كانت كده، مش لأنها بتقتل لكن لأنها بتفكر، واللي بيفكر في مجتمع عايز يمشي على خط واحد يبقى تهديد. بص حواليك مثلا، كام شخص اتقال عليه تقيل، صعب، مخيف، مش مريح، بس الحقيقة إنه بس رافض يكمل الدور بتاعه. ميدوسا كانت رافضة بالوجود، مش بالكلام مش بالفعل، بالوجود نفسه، وده أخطر نوع رفض. وخلينا نقف عند حتة مهمة، التعابين. ليه شعرها تحول لتعابين؟ التعبان في الثقافات القديمة رمز مزدوج، خطر وحكمة، سم وعلاج. يعني الأسطورة مش بتشوه، هي بتعقد، بتقولك اللي قدامك ده مش شر مطلق، ده شيء فاهم بس مخيف. وفي ثقافات تانية التعبان كان حارس، بيحمي الأسرار ويحرس الممنوع. وميدوسا كانت حارسة لحد مش لازم يتعدى.
نيجي بقى للحتة اللي دايما بتتنسى. ميدوسا ما كانتش بتجري ورا الناس هي اللي كانت بتقرب، واللي يقرب كان بيبص، واللي يبص كان بيتحجر. يعني اللعنة ما كانتش هجومية، كانت شرط. وده اللي يخليك تسأل، هو في مسافة المفروض ما تتعداش، ولا احنا متعودين نقتحم وبعدين نلوم اللي وجعنا؟ الحقيقة ان بريسيوس ما بصش عليها، استخدم مراية، يعني واجه من غير مواجهة. وده بقى درس سياسي مش أسطوري. أحيانا الأنظمة بتقضي على المشكلة من غير ما تشوفها، تمسحها، تسكتها، تغيبها، لكن ما تحلهاش. وعلشان كده الراس فضلت، لأن المشكلة ما اتحلتش. وخلينا نعدي كده على التاريخ بسرعة. كل فترة كانت ميدوسا تطلع فيها كانت بتطلع بشكل مختلف. يعني مثلا في العصور الرومانية بقت حماية، في العصور الوسطى كانت شيطان، في عصر النهضة بقت صدمة، أما بقى في العصر الحديث بتاعنا النهاردة بقت سؤال، لأن كل عصر بيستخدم الأسطورة علشان يسأل سؤاله هو. ودلوقتي خلينا نهدى كده ونبص للموضوع من جوه. لو ميدوسا كانت موجودة النهاردة كانت هتتحط فين؟ في الأخبار، ولا السوشيال ميديا، ولا قاعة محكمة، ولا في عزلة بعيدة محدش يسمعها؟ احنا بنحب نقول الزمن اتغير، بس طريقة العقاب لسه زي ما هي، اختلاف بس في الأدوات. في حاجة مهم نفهمها، الأسطورة ما بتدكش حكم، بتديك مسؤولية. مسؤولية إنك تختار مين تصدق، الحكاية الرسمية ولا الصوت اللي اتسكت عنه. ميدوسا ما دافعتش عن نفسها، مش لأنها ضعيفة، لكن لأن الأسطورة اتكتبت من غيرها. ودي يمكن أقصى تفصيلة، إنك تبقى موضوع الحكاية من غير ما تكون أنت حكيها. والحقيقة إن فكرة التحجر مش دايما بتيجي من الرعب، أحيانا بتيجي من الصدمة. في ناس لما تشوف الحقيقة بتتحجر، تقف، مش قادرة تكمل. وميدوسا كانت الحقيقة اللي محدش جهز لها، وعلشان كده اتقال ما تبصوش، مش علشان هتموتوا، لكن علشان ما تتغيروش. وخلينا نقفل مش بإجابة لكن بوعي. الحكايات الكبيرة ما ينفعش تتقفل بجملة حاسمة. ميدوسا في آخر لحظة من الأسطورة ولا صرخت ولا قاومت ولا طلبت شفقة من حد. وده مش ضعف منها، ده كان إدراك إن اللي قدامها مش شخص واحد، ده نظام كامل، والأنظمة ما بتسمعش. يمكن علشان كده الراس فضلت، كأن الأسطورة رفضت تنهي الحكاية، قالت خدوا الرمز وسيبوا السؤال. والسؤال الحقيقي مش هل ميدوسا كانت وحش، السؤال إمتى الإنسان بيتحول لوحش في نظر غيره. هل مثلا أول ما يغضب، ولا أول ما يحط حدود، ولا أول ما يرفض يتأذى تاني؟ احنا عايشين في زمن بيحب السرعة، يحكم بسرعة، يصنف بسرعة، ينسى كمان بسرعة. والأساطير اتخلقت علشان تبطئنا شوية، تخلينا نقف ثانية كده قبل ما نصدق أول حاجة من القصة. ميدوسا ما طلبتش تتحب ولا تتحول لأيقونة، هي كانت عايزة حاجة أبسط بكتير، إنها ما تتأذيش. وده يمكن أبسط طلب وأصعبه. لو رجعنا للحظة الأولى قبل ما الشعر يبقى تعابين وقبل العين ما تبقى لعنة، هنلاقي بنت اختارت الطهارة فتعاقبت. والحقيقة إن التفصيلة دي مقلقة، لأنها بتقول حتى الاختيارات الصح مش دايما بتحمي. والتفصيلة الأهم إن مفيش حد في الأسطورة كلها اعتذر، حتى ولا أتينا ولا بوسايدون ولا بريسيوس. الأسطورة مش عن الندم، عن الاستمرار. الظلم لما ما يتحاسبش ما بيختفيش، بيغير شكله، يتحول لرعب أو غضب أو عزلة. وميدوسا كانت كل ده في شكل واحد. يمكن علشان كده العين كانت السلاح. العين مش بتجرح لكن بتكشف، والكشف مش كل الناس مستعدة ليه. خليك فاكر إن التحجر مش دايما نهاية، أحيانا هو لحظة وعي مؤلمة تخليك تقف وتفكر قبل ما تكمل زي الأول. يمكن ده سبب إن الأسطورة لسه موجودة، مش علشان نرجع نخاف، لكن علشان نراجع اللي حصل. وأنا بحكي الحكاية دي مش بقولك تعاطف ولا بقولك غير رأيك، أنا بس بحطك قدام مراية، المراية اللي بريسيوس رفض إن هو يبص فيها بشكل مباشر. وأسألك سؤال أخير وأسيبك معاه، لو كنت مكانه كنت هتقدر تبص فعلا، ولا كنت هتختار الانعكاس بتاعها؟ أنا محمد، ودي كانت حكاية ميدوسا زي ما كانت ممكن تتحكى من صاحبتها. ولو خرجت من الحلقة دي بسؤال واحد يبقى الحكاية نجحت.